صباح السعادة والخيرات، تعالوا نشرب شاي الجمعة سوا. ولو اني زعلانة منكم بقى، انا امبارح أأمنكم على سر واقول لكم ان انا طفشانة من العيال اللي في البيت واللي في المكتب. تقعدوا تقولوا لي بقى احنا عارفين انت فين، انت في الساحل الشمالي. اهم العيال عرفوا ودلوقتي بيحضروا الشنط وجايين يقعدوا على قلبي. ينفع كده؟ مش احنا الاسرار اللي بينا ما تطلعش بره؟ وعموما بما انكم شطار بقى وعرفتوا ان انا هنا، انا هفرجكم بقى على الساحل ونشوف ايه اللي شغال وايه اللي مش شغال. بس اكتر حاجه انه الشواطئ مش متجهزه خالص، رغم ان يعني قدام مننا اسبوعين كده ولا حاجه، وكل سنه وانتم طيبين والعيد الكبير، والناس يعني طهقت بما فيه الكفايه، فغالبا هتطفش على الشواطئ حتى لو الدنيا ساقعه، ولو ان الدنيا مش ساقعه ولا حاجه. صباح الفل. عايزه بس اقول لحبايبنا اللي في هيئه المجتمعات العمرانيه والاجهزه، انتوا مش مدين للقرى التصاريح لتوضيب الشواطئ ليه يا جماعه؟ نصيحه من اخت. اجازه العيد الكبيره طويله، فالناس تطلع على الشواطئ وتتلهي احسن ما تقلع اللي على راسها وتدعي عليك. وانتوا عارفين دعوه العيد الكبيره مستجابه. ايه في ايه متاخرين ليه؟ يعني الرمل واصل لحد ابواب البيوت على القرى. مسيو عبد الباري بتاع الساحل الشرير ومدام عفاف بتاعه الساحل الطيب، اخلصوا اخلصوا. نصيحه اخت قبل الناس ما تفضلكوا وتدعي. وانتوا عارفين انتوا يعني المصريين مبسوطين قوي قوي قوي، والحكومه مدلعاهم قوي قوي، فادوهم فرصه ينفسوا. وعموما خلونا نتفسح بقى النهارده. قررت اروح اشوف مين اللي شغال ومين اللي مش شغال، علشان بيقولوا لك ايه، انتوا بتدفعوا فلوس كتير قوي 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 في شغال طول السنه. نروح بقى نتفرج، وبعدين عايزه اشوف قهوه حلوه، اكله سمك. يلا نطلع نشوف ونتكلم. جزء من التحضيرات هي تجهيز الشاطئ نفسه، فشوفوا بقى الشاطئ عامل ازاي. طبعا الرمل من اول السلالم يعني، فكده احنا الحياة هتبقى صعبة جدا. المفروض بيجيبوا زي لودرات كده بتشيل الرمل وتجهز الشاطئ. اهو الرمل طالع لحد الاسوار دي طولها تقريبا، انا طلعت على الرمل. بصوا اهو يعني الممرات مقفولة رمل، والسلالم للبحر يعني. عايزين ننجز بقى، الوقت بقى ضيق جدا على فكرة. خلاص ده العيد، كل سنة وانتم طيبين بعد بكرة يعني. وانا ماشية لقيت عندنا في الإدارة بتاع الكومباوند قافلين الشاطئ أصلا. يعني طبعا ده جزء أمني أكيد، وجزء عشان يحدوا من دخول الرمل على حمامات السباحة. عشان كده هتتكلف جامد قوي لو دخل الرمل. بس ده مقلق برضه. هنجيب العيال ازاي؟ احنا محتاجين نشيل الرمل ونجيب العيال ونلهي نفسنا ونلهيهم بدل ما نركز مع الحكومة. لازم تيجي لودرات علشان تتعمل. طلع بقى ايه اللودرات دي؟ تصاريح من هيئة المجتمعات العمرانية والأجهزة المسؤولة على الشواطئ. النظام حلو وما يجراش حاجة، ياخدوا التصاريح بس اخلصوا بقى. مسيو عبد الباري، مدام عفاف، اخلصوا علشان المصريين جايين. هنجيب بقى ايه؟ اذا ما لقيناش كراسي وشماسي هنجيب الملاية وحلة المحشي وهنقعد. بس بدل ما هنقعد بقى نتبسط بالمحشي، هنقعد والفتة علشان ده العيد الكبير، هنقعد ندعي عليكم. ويعني ما ينفعش. زي ما قلت لكم، دي نصيحة اخت. المصريين مبسوطين قوي، فمحتاجين حتى ينفسوا منها ويتلهوا عن اللي بتعمله فيهم الحكومة. بصوا قدامي ابراج العالمين، بصوا حلاوتها. شايفينها زي انا ما شايفاها ولا؟ تحفة تحفة. لكن الشاطئ مش تحفة خالص.